كلام الناس هل تسلم من كلام الناس؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كنت مغتابا لأحد لاغتبت أمي، فهي أحق الناس بحسناتي. كلام الناس غير مهم على الإطلاق، المهم فعلا هو ما أقوله أنا عن نفسي، منظوري الشخصي ورؤيتي إليه، ما أريد أن أكون عليه مستقبلا. كلام الناس لا يمثلني، وما يقولونه عني ليس أنا من صنعته. ما صنعه حقا هو الانطباعات الأولية أو الحقد الدفين ضد أي نجاح، أو رغبة في الشر ليس أكثر. من اعتاد أن يستمع إلى كلام الناس هو فعلا شخص بائس وتعيس. إذا أردت أن تعرف أول خطوة للنجاح فهي أن تسد أذنيك تماما. سيتكلم الناس عنك بالشر رغما عن كل شيء، ولو كنت أفضلهم وخيرهم، فما بالك وأنت لست بأفضلهم. أنصح كل من يتحدث عن الناس ويستبيح الغيبة والنميمة: دع الخلق للخالق، ولا تحمل أوزارا ستثقل عليك يوم الدين. وفي النهاية لا تنسى أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والمتابعة والإكسبلور ليصل المزيد. وإلى اللقاء.